السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة إن شاء الله بكيكة بسيطة جدا وسهلة جدا وبدون مقادير، يعني ما فيهاش تعقيدات ولا أي حاجة، وبإذن الله بمكونات موجودة في بيتنا كلنا. أول حاجة جبت صينية كبيرة أو صاج كبير كده زي اللي انتوا شايفينه. أنا هعمل كمية النهاردة لأن ده كان من تحضيرات عيد ميلاد مالك ابني، فدهنتها سمنه كده وبعدين رشيتها بالدقيق بحيث ان انا ابطنها كويس جدا عشان لما اجي اطلع الكيكه تطلع معايا بسهوله. طبعا اي كيكه اول حاجه ابطن الصينيه بتاعتي واشغل الفرن قبل ما ابدا في الكيكه ولا اعمل اي حاجه. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، طبعا هنا مش بالكوبايه ولا حاجه، انا بحاول اسهل عليكم الدنيا قوي. معايا هنا كيسين من البيكنج باودر، معايا كيك شيف، كيس كيك شيف وكيس بيكنج باودر. وطبعا ده او ده يقضي يعني، بس انا استخدمت كيسين يعني. ماشي. حاضر. طبعا بندخلهم مع بعض كويس جدا، الدقيق مع البيكنج باودر. لو تقدر ان انت تنخليهم اكتر من مره يبقى افضل يعني. طبعا انا استخدمت زي ما قلت لكم حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، مش بالظبط يعني. هنا الكيكه اللي انا بعملها دي مقاديرها يعني تعتبر عشوائيه جدا يعني، سهله خالص. هنا بقى معايا 5 بيضات، وهي معانا كيسين من الفانيليا، ومعايا رشة ملح صغيرة جدا، ومعايا هنا رشة كربوناتو يعني او بيكنج صودا، وكيس فروتي برتقان، ومعايا نص ليمونة، ومعايا بقى حوالي نص كيلو من السكر وكوبايتين من اللبن. ومعايا هنا بقى السمنة، هناخد بالمعلقة من السمنة كده بالكمية يعني اللي نحب نحطها، نقلل اكتر نقلل اكتر، كله على بعضه بقى في الخلاط. كل المواد السائلة كلها على بعضها في الخلاط بمفهوم الفانيليا، وكمان نص الليمونة. نص الليمونة هنا بتضيع الزفارة وفي نفس الوقت بتدي طراوة شوية كده. ومعايا هنا حوالي معلقتين من الخل برضو، وكيس فروتي برتقان. ممكن تستبدليه ببشر برتقان بما ان البرتقان موجود اليومين دول، يعني بما ان دي كيكة برتقان اصلا. ممكن تستبدلي برضو اللبن، كوباية منه بكوباية من عصير البرتقان، مفيش اي مشكلة. مقادير سهلة جدا يعني، وبعدين في بدايل كتير، مش عايزين نصعب الدنيا على نفسنا يعني. والسكر زي ما قلت لكم هنا حطيت حوالي نص كيلو من السكر بحيث ان انا عايزاها يعني ما تكونش مسكرة قوي. وهنا بقى هنحط حوالي 4 معالق من السمنة كده او 5 معالق من السمنة كبار، بما ان احنا عاملين صاج كبير يعني. طبعا ممكن تزودي شوية او تقللي شوية السمنة براحتك برضو، او ممكن تستبدليها بزيت على فكرة. وحطينا برضو اللبن وحطينا البيكنج صودا، كله على بعض في الخلاط، سهلة جدا. وسبت بس شوية لبن صغيرين كده، هقول لكم الهدف من كده ايه دلوقتي. واحنا بنكمل الفيديو ان شاء الله. هجيب بقى الخليط بتاعي وهصبه بقى في طبق كبير اللي انا هخلط فيه، وهبدأ انزل بالدقيق واحدة واحدة واقلب في اتجاه واحد كده، وهكذا. دي كيكة سهلة جدا يا جماعة، تنفع للفطار. انا كنت عاملاها طبعا جنب التورته كده للولاد، جميلة قوي. ولاد حبوها جدا وحبوا صوص البرتقال كمان، هعمله معاكم دلوقتي سهل جدا. استنى. هنا بقى حبة اللبن انا حطيتهم كده في الشفشة بتاع الخلاط، وحطيتهم كده لما حسيت ان القوام بتاعي والدقيق يعني بقى كتير قوي على الخليط بتاعي. شفتوا الفكرة هنا؟ يعني تقدري تتحكمي في العجينة بسهولة ان شاء الله. شايفين قوام العجينة كده معايا؟ انا حطيته كده في الصينية. طبعا انا قلت لكم ان انا مجهزة الفرن على درجة حرارة 180 بسهولة كده. اخبطها بس شوية كده بحيث ان انا اظبطها كلها في الصينية. شايفين طلعت ما شاء الله، اللهم بارك، جميلة جدا وريحتها تحفة 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 ما شاء الله يعني، اللهم بارك.
اعملوها بجد هتعجبكم، وسهله جدا ما فيهاش اي تعقيدات. هنا بقى انا حطيت كوبايه من السكر كده تبدا تكرمل على النار شويه كده من قبل لونها ما يغمق، يعني كنت انا حطيت عليها نقطتين من الميه كده، ولما بدات تكرمل كده نزلت عليها بكوبايه من عصير البرتقال لحد ما بدات تغلي مع بعضها كويس جدا. وفي نص كوبايه تانية من عصير البرتقال انا دوبت فيها معلقتين من النشا، ونزلت بيها برضو على الخليط بتاعي لما بدا يتقل معايا ويديني القوام اللي انا عايزاه للكيكه بتاعتي، يعني نفس نظام الصوص كده. وبدات اقطع بقى الكيكه بتاعتي كده، كانت الكيكه بردت طبعا، قطعتها كده. وبعدين هبدا انزل بالصوص بتاعي على كل الكيك، ريحتها تجنن ما شاء الله بجد يعني. هبدا انزل بكل الصوص بتاعي كده وقطعتها كده. عايزه بقى تزينها بكريمه من فوق بقى كده، بجد جميله جدا وسهله وباذن الله هتعجبكم. وعودوا نفسكم يا جماعه، توقفوش نفسكم على اي حاجه الموجود والمتاح اعملوا بيه. هتوحشوني جدا. السلام عليكم.